اجيبه ولا ما اجيبوش؟ طب اجيبه ولا اجيب بيوتي اوف جوسن اللي طالع برضو ترند؟ هقولك. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب عشان ما يفوتكيش كل جديد. كريم العين ده بريتينول وبريتينال وفيه نياسيناميد، هو كريم قوي جدا. طب امتى ما اجيبوش؟ لو انا عندي حساسية من اي حاجة عطرية او اول مرة استخدم حاجة فيها ريتينول بالذات تحت عيني، يبقى منصحكيش انك تبدأي بيه. ممكن تبدأي فعلا ببيوتي اوف جوسن، هيكون احن كتير، وبعد كده ده. طيب استخدمه ازاي؟ انصحك تدخليه بالتدريج في الروتين بتاعك، يعني مثلا مرة في الاسبوع، بعد كده مرتين في الاسبوع، بعد كده يوم ويوم، لحد ما تحسي انك متقبلاه وانه مش بيسبب لك اي irritation او بيتعبك. بيعمل ايه او امتى اجيبه؟ لو عندك خطوط تحت عينك مضايقاكي هنا او هنا، بتلاحظيها جامد وبدأت تضايقك وعايزة تلحقيها قبل ما تزيد، الكريم ده هيكون ممتاز. لو عندي هالات واضحة، كل ده هيعالجه الكريم ده. هل هو يستحق الهايب اللي عليه؟ هو يستحقها بصراحة، هو كريم قوي جدا. زي ما قلتلكوا عيبه الوحيد انه ما بيهزرش، يعني هو كريم قوي جدا، فاحنا محتاجين ندخله بالتدريج، نتأكد ان ما عندناش irritation منه او irritation من حاجات العطرية. ممكن نستخدم منتج تركيز مكوناته او مكوناته عموما اخف منه شوية، بعد كده نستخدمه وهتاخدوا منه احسن نتيجة، سواء في الخطوط بالذات او الهالات، ومظهر تحت العين هيتبدل. تجربتي شخصية معاه ان انا في الاول كنت بستخدم كوريكتور تحت عيني بعد كده كونسيلر، دلوقتي لو كونسيلر درجته مظبوطة فعلا بحس ان انا مش محتاجة كوريكتور او محتاجة حاجة قوية لتحت عيني. للخطوط مش فرق كبير لسه، لان بصراحة مش مواظبة عليه بقالي كتير، بس بدأت احس بفرق. سبب لي اي حساسية؟ لا، لاني زي ما قلتلكوا ده مش اول كريم بريتينول استخدمه. وكمان دخلته في الروتين بتاعي بالتدريج. بحط نقط بسيطة هنا، مش بقربها قوي من العين، عند العظمة هنا 3 نقط مثلا صغيرة، وبحاول افردها في اتجاه واحد اللي هو الفوق، ومش بخليها رايح جاي، يعني مش بدعكها، بفردها كذا مرة كده، بس مجرد ان انا اسيب الجلد هو اللي يتشربها ويستفاد بيها. بيستخدم طبعا بالليل مش الصبح، اي حاجة فيها ريتينول استخدموها بالليل. اكتبولي في الكومنتس لو استخدمتوه ورأيكم.